احنا ما بنكرهش الملاحظة، احنا بنتضايق من الطريقة اللي بنستخدمها عشان نقدم للي قصادنا الملاحظة. سؤال من كلاينت كده نشوفه. جوزي بيشتكي اني دايما بنقده، بيقول لي انه مش عاجبني حاجة خالص وان انا بتكلم كتير، بس انا بحس اني بنبهه عشان يتطور من نفسه مش عشان اضايقه. هو ليه بيزعل من الكلام وازاي اتعامل معاه صح؟ بصي حبيبتي، في فرق كبير قوي ما بين النقد والدعم. النقد بيوصل رسالة للي قصادك انه مش كفاية، اما الدعم هو بيحب يطور من نفسه عشان انتي تكوني مبسوطة وعشان انتي تكوني راضية. فشوفي انتي عايزة تكوني ايه، حتى لو نيتك طيبة ومش قصده اذى ومش قصده اللي هو فهمه، لكن لما بتوصلوا بالاسلوب ده هو بيحس دايما انه في اختبار، يا ينجح يا يفشل. فدايما بيلجأ لحاجة من الحاجات، يا اما يصمت خالص، يا اما يكتم جوه نفسه، يا اما يهرب. وفي الاغلب في العلاقات الزوجية بيلجأ دايما للبعد العاطفي، واكيد انتي مش عايزة ده. فلازم دايما نلجأ للاسلوب اسمه اسلوب التشجيع الذكي، اللي بيوصل للطرف اللي قصادنا انه بيبذل مجهود عشان تطوير الاداء في العلاقة ايا كان انتي طالبة ايه. طيب برضو انتي ما قلتليش اعمل ايه. خدي شوية تريكات بسيطة كده هتساعدك كتير في تطوير طريقتك في الكلام واستقبال جوزك لكل شيء انتي بتقوليه. اول حاجة، ما روحش وهو متضايق، ما روحش وهو لسه راجع من الشغل مفرقع ومطرقع وحالته حالة ومش طايق يسمع اي حاجة لا مني ولا من غيري. يعني اختار التوقيت المناسب اللي ابدأ اوصل له وجهة نظري في الشيء اللي انا محتاجاه يتعدل. طيب هو هدا وانا اخترت الوقت المناسب وفي بدأ يبقى في حوار ما بيننا احنا الاتنين. ارجوكي وانتي بتتكلمي لاحظي الاساليب او الكلمات اللي طالعة منك، يا ريت تغلفيها كده غلاف جميل زي غلاف البونبون والشوكولاته كده. بلاش الكلام اللي عامل زي الدبش ده. يعني ما اروحش اقول له انت عمرك ما بتساعدني، انت عمرك ما سمعتني كلمه حلوه، انت لغيتي تماما، انت نهيتي خلاص، انت بصي انت قفلتي كده بالضبه والمفتاح. لكن في فرق كبير قوي ان انا اروح اقول له حبيبي انت لما بتيجي تساعدني انا قد ايه بحس بالامان، انا قد ايه بحس بالراحه، انا قد ايه بحس باحساس الحب اللي بيني وبينك، انا ببقى سعيده قوي قوي وانت جنبي. ده فرق كبير قوي ما بينه وما بين الدبش اللي بنرميه كده في نص الكلام. ارجوك يا ست الكل وانتي بتيجي تتكلمي ما تركزيش على الشخص نفسه على قد ما تركزي على الفعل اللي هو بيقوم بيه. يعني انت ما بتعملش حاجه، لكن اقول في الموقف الفلاني وانت بتعمل كذا كذا انا ضايقني التصرف ده، مش انت ضايقتني، التصرف هو اللي ضايقني. فرق كبير قوي بين الاتنين. امدحيه دايما في العلن، ودايما ابداء الملاحظات او الحاجات اللي انت محتاجة تتغير تكون في خصوصية بينك وبينه. المدح في العلن بيرفع المعنويات وبيقدم وبيزود موضوع الدعم. طبعا العكس كلنا عارفين اخره بيروح فين. الزن بقى، الالحاح، التكرار. طب انا لفت النظر مرة 2 3، مش طول اليوم بقى، مش طول النهار، مش الغدواية والعشواية والفطار والسناكس، لا كده كتير. يعني الراجل هيتقفل، هيروح مننا كده. فيعني ايه، اهدي. ايه رأيك بقى بدل ما نقعد على طول في حالة ابداء الملاحظات، طب ما نتوجه شوية لموضوع الامتنان. يعني كل ما يعمل حاجة صغيرة حلوة والأداء فيها جميل وانتي مبسوطة من ده، طب ما أنا أشجع الحاجات الحلوة الكتير اللي بيعملها دي، بحيث انه يحس دايما ان ارضائك وان الكلام اللي انتي محتاجة تسمعيه او الأداء اللي انتي محتاجة تشوفيه جوه البيت او بره البيت معاكي، الله سمع منك كلمة كويسة، سمع منك تشجيع، سمع منك امتنان للشيء الجميل اللي اجتهد وقام بيه. واحنا بنشجع الاشخاص على المجهود اللي بيبذلوه في الاداء، مش المنتج او المخرج النهائي اللي ممكن يكون بنسبة 70 80 50 40 whatever. التوفيق ده بايد ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو قام بالمجهود قد ايه، ما لازم اشجعه واشكره واحسسه بالامتنان والفخر اللي انا فخورة بيه بانجازه، انه حب يساعدني او يعمل لي الشيء اللي انا طلبته. عايزة تغيري تصرف، الجئي دايما للتقدير مش اللوم.
الإنسان بيتغير لما بيحس إنه مقبول ومحبوب، مش منبوذ ودايما على طول في حالة نكران ونقد. لو رفيقك في العلاقة بدأ يتهمك كتير بإن انتي ناقدة وناقدة لاذعة، اقفي ورجعي خطوتين 3 ورا وراجعي نفسك واسألي نفسك كتير، هل الطبيعة اللي أنا بقوم بيها دي هل للإصلاح أم للتفريغ؟ فرق كبير قوي قوي إن أنا بقدم ملاحظة عشان الشخص اللي قصادي عايزة ده أداؤه يتطور وعلاقتنا يبقى فيها نمو وازدهار وتبقى حاجة كويسة، ولا دي مشاعر مدفونة جواكي ومواقف كتير مش قادرة تواجهي بيها فقاعدة تفرغي 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 على الفاضي والمليان والدنيا بتنهار واحنا مش واخدين بالنا. في النهاية خلي دايما كلامك يوصل بباب الحب وليس الحكم. اوقات كتير يا جماعة احنا بننقد من باب التنفيس والترويح عن النفس، لان في حاجات جوانا مضايقانا ومأزمانا وعايزين نصدرها للشخص اللي قصادنا، مش عشان نغير ونصلح. خلي بالكم. باي باي.